رأينا بالآونة الأخيرة إهانة أو ظاهرة إهانة كتاب الله عز وجل في السويد وفي مصر ومن قبلها بعض الدول الأوروبية. أحبتي الكرام، لا تظنوا أنه بتحصل هذه الأمور وليدة اللحظة، في أمور تدبر. يريدون خلق فتنة أو خلق بلابل أو مظاهرات أو خلخلة العالم الإسلامي أو افتعال حروب، فما بيشتغلوا هؤلاء فقط لوحدهم. أنا ما بدي أتكلم عن هؤلاء الزنادقة الملاحدة اللي أهانوا كتاب الله عز وجل، لأنه ربنا عز وجل حافظ دينه، حافظ الدين الإسلامي، وكما أخبر الصادق المصدوق إنه الدين الإسلامي سوف يظهر على الدين كله، العالم كله، كل العالم سوف ينتشر فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، فلا خوف على الإسلام. وهؤلاء الزنادقة الملاحدة الشاذين يريدون خلق فتنة أو خلق مشاكل أو ينتظروا بعض الردود من بعض المسلمين، قتل أو حرق، عشان يتهموا الإسلام بالإرهاب. هم الذين صنعوا الإرهاب وخلقوا الإرهاب وأسسوا الجماعات الإرهابية كما تعلمون. مش هون اللي بدي أنا أتكلم فيه، اللي بدي أتكلم فيه الشيعة وردود أفعال الشيعة. أول شيء، ما تجرأ هؤلاء الزنادقة الملاحدة أعداء الإسلام أعداء الدين إلا بسبب الشيعة. ما تجرأ هؤلاء. أول من سن هذه السنة السيئة الكفرية الشيعة، عندما دخلوا مناطق السنة في العراق حرقوا المساجد وداسوا على المصاحف وحرقوا الأطفال والمصاحف. أكم مسجد حرق في العراق بسبب الميليشيات الشيعية، قاسم سليماني والمهندس مقتدى الصدر ونور المالكي والجماعات ومنظمة بدر وحزب الدعوة. كم حرقوا من مساجد أهل السنة وكم حرقوا من المصاحف. فأول من بدأ هذه السنة الكفرية الشيعة. في اليمن أول ما بدأوا في مساجد أهل السنة ودور تحفيظ القرآن، حرقوا المساجد، حرقوا المصاحف. وفي إيران عندما هدموا مساجد أهل السنة في زهدان وفي بلوشستان وفي إقليم الأحواز، شو عملوا؟ هدموا المساجد والمصاحف موجودة فيها. في سوريا داسوا على المصاحف، حرقوا المساجد، هدموا المآذن في سوريا. فأول من بدأ بهذه السنة السيئة الشيعة، لأنه لهم سلف في كتبهم. القرآن محرف، القرآن زاد ونقص، الصحابة مرتدين، نقلت القرآن كفار عند الشيعة، لذلك أهانوا القرآن. لما دخلوا على مساجد أهل السنة في العراق داسوا على المصاحف حرقوها كما ترون. ما هدموا معبد أوثان، ما كسروا صليب، ما قتلوا نصراني، ما هدموا كنيسة، حرقوا مساجد أهل السنة. الشيعة حرقوا مساجد أهل السنة. في اليمن السفارة الأمريكية كانت محمية من الحوثيين، ولكن مساجد أهل السنة استبيحت وهدمت وحرقت دور تحفيظ القرآن، وخاصة دار الحديث في دماج اللي خرجت علماء. فلا تتباكوا يا شيعة، انتوا اللي سنيتوا هذه، انتوا وياهم بالإثم سواء، بل انتوا أشد كفر من هؤلاء. انتوا عندكم دين، حرق المصاحف دين. كنت تدخلوا، قاسم سليماني كان يدخل مناطق أهل السنة في العراق وطائرات الأوكس الأمريكية فوق راسه تمسح له مناطق أهل السنة ليبيد قرى بأكملها. حرقت المساجد، حرقت المصاحف، مزقت. كانوا يحطوها على الفرام المصاحف ويحطوها زي قش وفوقيها تفاح، يبيعوا التفاح وعليه تحت مصاحف ممزقة. فلا تتباكوا يا شيعة، انتوا اللي سنيتوا هذه السنة السيئة اللي هي إهانة كتاب الله. لولا إهانة الشيعة لكتاب الله ما تجرأ هؤلاء الزنادقة الشواذ الملاحدة، ما تجرأ على كتاب الله. انتوا اللي سنيتوا هاي السنة. انتوا لما دخلتوا مناطق أهل السنة وجدت المصاحف في المجاري في المناهل. بعض القصص بقول لك في واحد في منهل ضخم، منهل يعني منهل للمياه، مياه المجاري، بقول لك سكر. بقول لك حاولوا يفتحوا، بقول لك لما فتحوا المنهل ودخلوا بعض الغواصين وجدوا المصاحف
ملقاة في المجاري، أكثر من 1000 مصحف في المجاري في الصرف الصحي. أنتم تكذبون عندما تدافعون عن القرآن لأنكم أنتم اللي بدأتوا. ولا يغركم يا أخوان، أنا بحكي كمان بخاطب الشباب إنه لما يصرحوا الشيعة سوف ينتقمون لحارق، أنتم اللي حرقتوا القرآن. ولما يجي يصرح قيس الخزعلي ولا مقتدى الصدر إنه سوف ننتقم، أنتم اللي أسستوا إهانة كتاب الله، ومش أنتم، شيوخكم ومراجعكم. الدين الشيعي قائم على إهانة كتاب الله، على إهانة نقلة كتاب الله. أنتم لما كفرتوا الصحابة واتهمتوا أمهات المؤمنين بالزنا، معناته بقول لك ما دام هذول كفار ونقلت القرآن كفار، معناته كتاب الله محرف. وكل ألف شيخكم الطبرسي كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. كيف بده يكون حرمة لكتاب الله عندكم؟ فمش غريبة لما الشيعة دخلوا مناطق أهل السنة ودخلوا واحتلوا بعض المدن، فلا تتباكوا على القرآن. القرآن مش إلكو، القرآن يا شيعة مش إلكو، انتوا إلكو الكافي وبحار الأنوار وبصائر الدرجات والأنوار النعمانية، وهذه الكتب التي تدعو إلى الكفر والزندقة والشرك. انتوا ما إلكو قرآن، انتوا عندكم مصحف غاب بالسرداب، مصحف فاطمة. المصحف القرآن الكريم هذا إلنا لأهل السنة فقط. فلا تتباكوا ولا تصرحوا كذابين دجالين. انتوا اللي جرأتوا الملاحدة والزنادقة على حرق القرآن وعلى إهانة القرآن. انتوا دخلتوا المساجد ودستوا المصاحف. في سوريا حرقت المصاحف، ديس على المصحف الشريف، هدمت المساجد. في اليمن هدم أكثر من 120 مسجد في اليمن من قبل الحوثيين. في العراق احتل أكثر من 280 مسجد، 150 مسجد هدم. يقول لك هذول مساجد أهل السنة، مساجد ضرار. في إيران كم مسجد هدم؟ أنتم كاذبون، وأنتم مع هؤلاء بالإثم سواء، بل أنتم سنيتوا هذه السنة السيئة اللي هي إهانة كتاب الله وحرق كتاب الله وهدم المساجد. شوفوا لي هذا المقطع ومنختم فيه حلقتنا، وإحنا منقول ما عملوا هيك إلا ربنا عز وجل بده ينشر الإسلام. هذا المجرم هذا سلوان موميكا، هذا ويا مين؟ هذا قاتل وخريج مدرسة الحشد، اللي عد من اللي بكتائب الإمام علي، اللي كتاب الإمام علي منو عليها قائدها شبل الزيدي. شبل الزيدي من القائد ماله ذاك المقبور المهندس وسليماني، والمقبور سليماني فطايس المطار، وأعلى منهم خامنئي. على المقاتل سلوان يعني حدثني عن عزيمتكم واستعدادكم لقتال داعش. صراحة احنا انسلبت مناطقنا، اغتصبت اراضينا، وجينا انضمينا الى كتائب الامام علي كيف هم ناس. اما ان نعيش بكرامتنا او نموت بشجاعتنا، مسؤول كتائب روح الله عيسى ابن مريم التابعة لكتائب امام علي. بالنتيجة ليش هذا مو حرق قرائين وفلش مساجد الا قال بس؟ ليش ريال الكلداني ابو بابليون مو قال احنا دا نقاتل يزيد واتباع يزيد؟ ليش المالكي مو قال احنا جماعة الحسين ودولة جماعة يزيد؟ هو انتو فهمتوا كل الشباب بانه حرق القرآن بالمناطق السنية وتهديم الجوامع هاي من العبادات اللي الله يحبها ويدخل الجنة. راح اذكركم يعني حتى هيك أول شيء 380 جامع، هاي إحصائية الوقف السني، تم تهديمها تفجيرها وحرقها وقتل أئمتها. 380 جامع، هاي إحصائية الوقف السني. هاي الجوامع طيلة هاي الفترة اللي انتم سويتوا بيها اللي كانت حرمة على القرائين اللي بيها، ما هي تلقى مخزن القرائين وكثرة القرائين والمصاحف تلقاها بالمساجد. زين هاي ما يخالف، هاي من تحرقوها وتطبون عليها هاي ما يخالف. أضف إلى ذلك أتذكر جامع مصعب بن عمير صلاة جمعة والناس شايلة القرائين جاي تقرأ والخطيب والأمة مقلوبة، تجون تطب عليهم الميليشيات الحشد وتقتل منهم 36 ويتصوبون ويتطعنون أكثر من 100 واحد، إلى أن غرقت أرضية الجامع بالدماء. يعني تصور أنت لو تذبح 36 طلي ايش قد الدم، ما بالك بالإنسان.
إضافة للمطاعين. هاي كلها هاي مو كان حرق للقرائن، والرصاص زرفة للقرائن سواها منخل. هاي مو انتو ويجون عادل الوصخ وذاك الكاظم الفكاكة ويطلعوهم من السجن وهم محكومين بالإعدام والتمييز بصادق على إعدامهم. جماعة قتلت مصعب بن عمير، والقضاء العراقي طق القفل بدون أي مسوق قانوني. هيك ضربت القانون بنعال قلت لهم اطلعوا، لأن هاي مكافأة لكم، لأن أنتم قتلتوا جماعة يزيد وشققت القرآن. هذا القرآن مال يزيد، فكل واحد من الشباب يسمع أنه ذولا جماعة يزيد فبالتأكيد القرآن مالهم مدنس. هيك يعتقدون الشباب، وهذا منهم، لأنه سنين وهو يشقق بالقرائن وهو يهدم بالجوامع ويفجر. أذكركم بالآخر جامع الفتاح بالبيجي. جامع الفتاح بالبيجي من الجوامع الكبيرة بقرائن وجامع رئاسي، جيتوا عليه وداعش كانت مسحوبة من عنده بأمر سليماني، لأن سليماني كان يصدر أوامر لداعش وبعدين يصدر لكم، مثل واحد يلعب شطرنج ويا نفسه. هيك كان سليماني ذاك المقبور. وأيضا جيتوا عليه وربطت المتفجرات وكذا وهجمتوا فوق قرائنه ولا قلتوا أكو قرآن، وياما وياما وانتم ماشيين ما خليتوا جامع ما فجرتوا. من تقول له يقول لك هذا جامع ضرار. والقرائن مال يزيد ما لها حرمة. فهذا اللي سواه، هاي الجريمة سواها هاي وحدة من عشرات الآلاف من القرائن اللي دستوا عليها بقنادركم واللي حركتوها واللي مزقتوها. انتوا يا ميليشيات الحشد الولائي لم يكن القرآن يوما له حرمة عندكم، من خامنئيكم إلى هذا الكلب سلوان الموميكا، إلى أصغر واحد من عندكم. لا الدماء لها حرمة عندكم، لا الأبرياء لها حرمة عندكم، لا القرائن لها حرمة عندكم، لا المساجد لها حرمة عندكم، ولا أموال الناس ولا أموال البلاد ولا أموال العامة والخاصة لها حرمة عندكم. أنتوا شغلتكم أنه القرآن بالأخير ما يسوى عندكم يعني حبيتين كريستال. الحبيتين الكريستال قدسية أزيد من ما القرآن إلى قدسية عندكم. فهذا نتيجة مدارسكم، وهاي هذا التربية مال شبلي الزيدي ومال بابليون وغير بابليون وكتائب الإمام علي. هاي نتيجة طبيعية لما أنت تحشي براس الناس وتقولهم هذا القرآن ما له قيمة، لأنه أنتم لو تعترفون بالقرآن ما وصلت البلد إلى ما وصل إلى. شو كنت تحفظتوا القرآن؟ شو كنت كان القرآن له قيمة عندكم؟ فلا تسوون هاي مال والله احنا محتاجين والقيس الخزعلي صدر بيانات. ما قيس الخزعلي ذبح وحرق مساجد الا قال بس حرق اطفال بداخل الجوامع، هي وجوامعها هي واطفالها ومصلينها كل حرقهم هم وياهم وقرائنهم وطلع. فايش معنى الحرق بالعراق حلال؟ ايش معنى تحرمون بالسويد؟ ايش معنى انتم اللي لافين عمايم وتحجون باسم الدين وباسم علي بن ابي طالب، انا اقصد الولائيين، يصير تفجرون الجوامع وتحرقون المساجد والدنيا وتذبحون المصلين وتحرقون القرائن؟ ايش معنى هذا ما يصير؟ هو تلميذكم، هو ما كان يدرس بهارفارد ولا كان يدرس بمدرسة أمريكية بكامبريدج ولا غيرها، حتى هو خريج مدرستكم وتعلم الذبح على أيديكم. قال ذولا جماعة يزيد فهو هم اعتبر هذا يزيد، لأنه القرآن ما له قيمة، ما ظلت له قيمة، ما خليتوه له حرمة لا عند المسيحي. ما أنتم اللي لابسين عمايم وتدوسون على القرآن بالقندرة. فايش معنى هذا ما يسويها؟ هاي نتيجة لمدارسكم ونتيجة لتعليمات الأعظم خامنئي. هاي النتيجة الطبيعية، أنه وين ما يلقون قرآن يحتقروه، وين ما يلقون قرآن يشققوه، وين ما يلقون قرآن يدنسوا بأقدامهم. هذه هي عقيدتكم اللي ما تؤمنوا بشيء اسمه الله، ولا تؤمنون بشيء قرآن، ولا تؤمنون بمحمد ولا بعلي ولا بحسين. كلها هي هيك متخذيها شعارات حتى تستلمون السلطة وحتى تبوقون بس بكتوا باسم الله وباسم محمد وباسم الحسين وباسم علي بن أبي طالب وباسم الأئمة. بكتوا مصافي بكتوها، بلد بكتوا نفطها، النفط تنطون تريليون دولار انطيتوها لإيران. هاي فتاوي خامنئي مو أني، هاي فتاوي خامنئي أنه أنتم لازم الجمهورية الإسلامية أنتم ولائيين لازم تنطي أنت وما تملك لمولاك لوليك ولأمرك الأعظم. فمسألة طبيعية. اللي يشتغل بالمخدرات ويبوق مصافي ويقتل الأبرياء ويبوق الثلاجات وما يخلي كل شيء ويشيل الموازنة وينطيها، فشنو المانع أنه واحد مثل هذا الأغبر هذا الكلب من كلابكم وتربيتكم، لأن كلكم بالنتيجة كلاب خامنئي المسعورة. أقصد الولائيين بميليشياتهم بحشدهم بحتى
حتى القاعد ببيته هو ولائي عند القرآن لا يساوي، يعني ما أريد أقول غير شيء حاشا للقرآن. فيعني آخر شيء فكر بيه القرآن، يعني زين يخلي القرآن ببيته. أنا متأكد القرآن يمكن تعلقون بيه الطباخ، يمكن نسوانكم حاطاته يم الطباخ تعلق معكم من عين العين هاي، فيقول لك ليش تستخدم شخاطة؟ تجر ورقة من القرآن وتحرق، لأنه مسويها أنتم قبل، مسويها بل مئات الآلاف من القرائين حركتوها، ومئات الآلاف من الأبرياء قتلتوهم، فشنو كل الموبقات سويتوها، كل المحرمات سويتوها، وهاي كريستالك وربعه وما كريستال، هاي أنتم. فلا تسوون نفسكم على اساس زعلانين ابد، والله مو زعلانين، وبحظ بختي كلكم تضحكون بعبكم انه هاي الجي تخرجون، لانه اصلا انتم ما تؤمنون بالقران، فاللي ما يؤمن بشيء اكيد ما يحترمه واكيد ما يقدسه، فانتم ما تؤمنون بالقران ولا تؤمنون واحد ولا يخطر على بالكم شيء اسمه الله وشيء اسمه محمد وشيء اسمه الحسين، لكن مخليها لوجو وقناع ذني الله ومحمد والحسين وعلي، مخليها قناع حتى تبوقون بيها. شلون الحرامي ينزل حتى ما حد يعرفه، فانتم يميشي مكان الكليته وخلي ذن المقدسات وتبوقون ودمرت البلد وذبحت الدنيا، هذولا انتم.